انما تعال بقى شوف السهوله والبساطه اللي انت ممكن تطلع بيها مثلا ايامك شهورك سنينك من ايه، من التاريخ بتاعك عن طريق الباور كويري. هقول له من التابة الخاصة بالداتا تعالى هنا في تيبل اورينج وهعلم عليه يفتح لي الشاشة بتاعت الباور كويري بالشكل ده. انا عندي هنا تابة اسمها فيو، هنا انا ظاهرة الكولم كواليتي بتاعي، تقدر ان انت تخفيه او تظهره. يقول لك هنا مثلا ايه، يقول لك انا الفاليد، هل القيم اللي عندك كلها صحيحة ما فيهاش مثلا اي اخطاء؟ انا بالنسبة لي بيقول لي 100% الدنيا صحيحة. هل ان انا عندي ايرور؟ مفيش. هل عندي خلايا فاضية؟ مفيش. وكل عمود انت بتمشي عليه بيبقى بنفس الطريقة. بص هنا قال لك ايه، قال لك في جزء اسود اهو، وهنا في جزء ايه، اخضر. ما الجزء الاخضر ده اللي هو بيمثل عندي ايه، الفاليد 9%. والاسود ده اللي هو الامبتي، انا عندي بصوا الاسود ده اللي هو الامبتي الفاضي، بيقول لك هنا ايه 91. برضو لو انت من الناس اللي عندك الجزء ده تقدر تظهره او تخفيه، بتلاقي مثلا عندك حاجه اسمها ايه، اسمها الكولم ديستريبيوشن، اللي هي التوزيعه اللي موجوده عندي هنا، اللي هي تقول لك مثلا هو انا عندي قد ايه ديستنكت وقد ايه يونيك. برضو من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تتعامل معاها حاجه اسمها الكولم بروفايل. الكولم بروفايل يا جماعه هنا بيجيب لك اللي هي البيانات الاحصائيه بتاعه الداتا. يعني انا مثلا واقفه هنا فين في الرقم بتاع رقم الموظف، فيجي يجيب لك هنا الفاليو او القيم بتاعتك بدون تكرار. يقول لك العدد 1000، الايرور مفيش، الفاضي مفيش، الديستنكد عندي 911. خلي بالك ان انا عندي 1000 صف، انا المفروض ان انا عندي في الداتا دي 1000 صف، منهم ديستنكد كام 911، يونيك عندي 828. الامبت سترينج ما عنديش اي خليه فاضيه، اعلى قيمه واقل قيمه. لو وقفنا مثلا هنا على الفول نيم، برضو هنا في الفول نيم لو وقفت عليه يجيب لك هنا برضو ايه بياناتك، واي كولم انت بتقف عليه بيجيب لك البيانات الاحصائيه الخاصه بايه، بالداتا اللي موجوده عندك في العمود ده. لو انت مش عايزه بتشيل علامه الصح من على اي حاجه انت مش عايزها.